سلام سلام، مرحبا بكم معايا في مطبخ تاما كيتشن. اليوم جيت نشارك معكم احلى وصفه طاجين الزيتون بالكفته محشيه على طريقتي. نتمنى انكم تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير، وما تنسوش حبيباتي وعمالاتي تدعموني بجيم وابوني وتخليوا لي التعليق تاعكم الحلوه والشابه اللي كيما نتوما. تبعوا معي المقادير، نبداو على بركه الله. هنا في كيكو عملت 5 معالق تاع الزيت مع نص معلقه تاع السمن، وعملت فخذ تاع الدجاج وقليته غايه الغايه. وهنا عندي حبه تاع البصل باش نقطعها هكذا على هذا الشكل اون بتي دي، ولا تحبوا ترابيوها رابيوها، انا حبيت نعملها على هذا الشكل. ونجي نضيفها على هذاك الدجاج بعد ما كنت قليته. شوفوا اللون تاعو كيفاش ولا اللي مليح مليح باش البنه تاعو تجيكم بنينه مع ديك البصل. وهنا عندي حبه تاع الثوم مع حبات الطماطيش اللي كنت رابيتها. وهنا نقليو كل شيء مع بعض، قليو مليح باش الطاجين تاعكم يجيكم بنين ويجيكم مصر. وهنا نجي نعمل لي زيبيس. هنا عندي شويه تاع الزعفران ما تكثروش، وهنا عندي زنجبيل، وما تنساوش الملح عاملوه شويه على خاطر الزيتون. هنا نزيدو رشه تاع الفلفل الكحل. وهنا هذه التوابل الخاصه بالدجاج. هنا عندي شويه تاع راس الحانوت، ونخلطو حتى يتجنسونا كامل المقادير. وهنا نجي نضيف الزيتون تاعي، هذا الزيتون ايفيلي. هذا الزيتون ايفيلي يجيكم بنين وحلو. انا كنت بيتو ليله كامله، سينو عملوا في الفارينه وبدلوا له الماء شحال مره. وهنا عملت تعويضه تاع القرفه وجيت مرقت الكيكوطه تاعي. وهنا كانوا عندي 3 حبات تاع البيض عملتهم ينسلقوا. شوفوا نقسمهم هنا لكل حبه نقسمها على 4. وهنا عندي كميه تاع الفيونداشي. شوفوا نتوما انا عملت على حسب افراد الاسره تاعي، وانتم عملوا على حسابكم. وهنا عملت الفيونداشي تبلتها، عملت لها شي تاع معدنوس. نجيو نكوروا هكذا بهذه الطريقه، بسطوا الكفته على كف اليد، نجيو نحشيو لداخل هذيك نص حبه تاع ماشي نص حبه 4 كيما حنا نقولوا تاع بيض اللي كنا قطعناه على 4 قطع. وهنا حاولوا انكم تبلعوها عادي بهذه الطريقه. هكذا تنكملوا كامل الكميه تاعنا. ونجيب هنا مقله ونعمل شويه تاع الزيت ونقليوهم حتى يتحمروا. وهنا بعد ما طاب الزيتون تاعي والمراه تجمرت الله الله. شوفوا هذاك الدجاج تحبوا تحمروه حمروه، انا ما حمرتوش حبيت نعملوه هكذاك. ونجي نحط هذوك لي بول تاع الكفته اللي كنا حشيناهم بالبيض. صراحه يجي الطبق اكثر من رائع. بدلوا شويه فوالا بهذه الطريقه. الزيتون معروف في داخل في الاطباق التقليديه الجزائريه، وهنا في تلمسان يعملوه في رمضان، يعملوه في العراس. وهنا زوقته كتزيين اخير بالشامبينيون اللي كنت قليته شي في الزبده. صراحه جا بزاف شباب بزاف بنين. هذه من باب التغيير، بدلوا شويه على العادي. شوفوا معايا نقسم معكم حبه هنا تاع الكفته كيفاش جات لداخل، جا بزاف بنين وطريقه التحضير تاعو بزاف سهله. نتمنى انه ينال اعجابكم. نطلعوا فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.